بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناتي، ازاي حياتي بتتغير، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض الصابون من بقايا الزيوت. بقايا الزيوت اللي هي بتقلي بيها أي حاجة ما عدا السمك. هنبتدي أول حاجة إن احنا نجيب ربع كيلو بوتاص أو ربع كيلو صودا كاوية، بتبقى عبارة عن قشور، ونحط لها 4 كوبايات مية، ونحط المية الأول في طبق بلاستيك يكون قوي، ما يتحطش في أي حاجة معدن، ونبتدي نقلب فيهم ونبتعد عن وشنا عنها ونفتح الشباك علشان الأبخرة اللي بتطلع منه ضارة جدا. وتكوني لابسة جوانتي أو تبعدي بإيدك وتحركي بمعلقة خشب أو قطعة خشب، ما تحركيش بحاجة معدن ولا تستخدمي أي حاجة معدن. وتجيبي لتر ونص من بقايا الزيوت، اي زيت قلي عندك تصفيه وتعيريه لتر ونص بالظبط، وتبتدي تضيفيه بعد ما تدوب الصودا الكاوية تماما في المية، ال4 كوبايات مية اللي احنا حطيناها، ونبتدي نقلب لغاية لما نحس بتقل الخليط. وبعد كده نبتدي إضافة الإضافات اللي هي بتحسن من صناعة الصابون نفسه. ممكن تحطي زيت زيتون لو عندك أي كمية زيت زيتون مش عايزاها أو قديمة، ممكن تحطيها. ممكن تحطي أي روائح، سواء ريحة مسك، ريحة ورد، ريحة أي ريحة تحبيها، وتستمر في التقليب. ممكن تحطي قشور ليمون مغلية ومضروبة في الخلاط تضيفيها، أو تعصري ليمون. ممكن تحطي نشا، اي حاجات تحسن من صناعة الصابون تحب تحطيها حطيها. وممكن اي زيوت عندك منتهية الصلاحية، زيت عباد شمس، زيت ذرة، زيت اي زيوت منتهية الصلاحية ممكن تضيفيها، وبكده تبقى استخدمتي حاجة كنت هترميها. ده احنا دلوقتي بنضيف الليمون اللي احنا غليناه بالقشور بتاعته وصفيناه، وبنضيفه بيد ريحة وبينعم الإيد وبيحسن من صناعة الصابون نفسها وبيقوي مفعوله. بعد كده ابتديت إضافة زيت زيتون كان موجود عندي، وهضيف الريحة بعد كده. نستمر في التقليب لغاية لما نحصل على قوام غليظ وتتفاعل الصودا الكاوية وتحصل عملية التصبن اللي هي أساس عملية الصابون. على فكرة ممكن تضيفي جليسرين معلقة أو معلقتين، بينعم الإيد برضو. بس خلي بالك إن صناعة الصابون نفسها اللي احنا بنعملها، لو تعرفي معادلة الصابون، إن احنا بتخرج مية في الآخر ومعاها جليسرين، فالجليسرين احنا بنحتفظ بيه، فكده كده موجود في الصابون. فعايزه تضيفي شويه جليسرين تاني ضيفي. هو اصلا الجليسرين الرخيص مش غالي، ممكن تجيبي ب2 جنيه جليسرين وتضيفيه، يبقى يحسن من صناعه الصابون تمام، وينعم الايد. بعد كده نبدا في اضافه الدقيق على حسب ما تاخد عجينه الصابون، تحس ان انت حصلت على عجينه كويسه. انا ضفت هنا كيلو دقيق على كيلو ونص او لتر ونص صابون. وخلي بالك، حاولي تشوفي حد يساعدك وانت بتعملي الصابون، علشان تحاولي تبتعدي عن ملامسة اي حاجة في الصابون، لان الصودا الكاوية مادة حارقة ومؤذية للجلد. وتخلي الشباك مفتوح او في مكان هاوي عشان الأبخرة بتطلع كده. احنا بعد ما ضفنا الزيت آه، خلاص مش هتطلع أبخرة ولا أي حاجة، بس برضو لسه مفعول الصودا الكاوية بيستمر حوالي شهر أو 40 يوم. فما تستعمليش الصابون غير بعد ما ينشف، بعد 40 يوم أو بعد شهر كده. احنا بنقلب في العجينة لغاية ما يختفي الدقيق تماما. وممكن تضيفي كمية من النشا، دي بتخلي الصابون ناعم جدا وبتحسن جودته وتخليه يصلح انك تستخدميه استخدامات شخصية. بعد كده نستمر في التقليب لغاية لما نحصل على العجينة اللي احنا عايزينها. وكمية الدقيق بتختلف على حسب ما تاخد الصابون. احنا عايزين نحصل على عجينة يعني شبه يعني طرية، يعني زي عجينة البيتيفور كده او البسكوت. شايفين؟ بعد كده بنجهز المكان اللي احنا هنقلب فيه الصابون. اي كرتونة عندك او اي درج خشب او اي حاجة يعني مش معدن،
تفرشيها بكيس بلاستيك او تفرشي مفرش بلاستيك عندك، وتبتدي تقلبي فيه الصابون. هوريه لحضراتكم دلوقتي. احنا جبنا درج وحطينا له كيس بلاستيك ولزقناه بالسلوتيب عشان ما يتحركش. اهو شايفين حضراتكم درج خشب ده، ولزقناه بالسلوتيب عشان ما يتحركش من مكانه. وبعد كده هنضيف عجينة الصابون شوية شوية لغاية لما آه، نحط العجينة كاملة. وخلي بالك مهم جدا انك تفرشي الكيس البلاستيك عشان ما تيجي تقلبي الصابون تقطعيه بعد كده ما يبقاش لازق في المكان الخشب اللي انت حطاه او الكرتون. اهو هنبتدي نحط شوية شوية لغاية لما نحط كل الكمية. ولازم تاني يوم تقطعيه علشان ما ينشفش جامد وتعرفي تقطعيه كويس. وبعد كده ممكن تسيبيه من شهر ل40 يوم في مكان هاوي، يعني مش شمس حارقة ولا أي حاجة، لا مكان هاوي جيد التهوية. وتبتعدي تماما بالصابون عن الأطفال وما يلعبوش فيه، لأن مادة الصودا الكاوية دي هتستمر في الصابون لغاية شهر أو 40 يوم أو أكتر. وكل ما قعد الصابون كل ما جودته تعلى ويرقي أكتر. وخلي بالك الصابون ده يعتبر عالي الجودة، أساس لأي صابون، أي مساحيق تعمليها أو أي حاجات من الصابون تعمليها، وبتبقى رغوته فعالة جدا ويصلح للاستخدام في كل الحاجات الأغراض المنزلية، في المواعين، في السيراميك، في البوتاجاز، في تضيفيه للغسالات الفوق اوتوماتيك والغسالات العادية. بيخلي الرغوة رهيبة والتنظيف عالي جدا. ممكن كمان تستخدميه أساس لصناعة شامبوهات وشاور وحاجات كتير جدا. وكل ما حطيتي زيوت غالية كل ما كانت الصابون اللي هيطلع عالي الجودة ويستخدم في الحاجات الشخصية وفي الوجه وغسيل الإيدين والشاور والشامبو والحاجات دي. يعني إذا أضفت مثلا زيت زيتون أو أضفت زيت ذرة أو أضفت زيت جوز هند، أي أنواع من الزيوت الفاخرة أو زيوت زيت